أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص، مخطوطة من 1400 سنة بتتحدث عن أهم دستور استثماري عرفته البشرية. تعالوا نشوف أسرارها. مكة كانت مركز تجارة عالمي، وسيدنا عثمان وضع فيها أول قاعدة: السلسلة. التاجر العادي بيصرف أرباحه، لكن سيدنا عثمان كان بيشتري، يبيع، وبكل الأرباح يشتري فوراً. السلسلة لازم تفضل شغالة. ده اللي بنسميه كومباوندنج، إنك ما تسحبش السيولة من المشروع وتضخها تاني عشان يحصل نمو ذكاء رهيب. المبدأ الثاني: الربح الصغير قيمة كبيرة. التاجر كان بيتكبر على الصفقات الصغيرة، لكن سيدنا عثمان كان بياخدها يبني ثقة مع العميل ويرجع يشتري مرة تانية. واو، ده بنسميه كاستمر اكوزيشن كوست وريتنشن. هو بيضحي بهامش ربح عالي في الاول عشان يكسب ولاء العميل ويقدر يبيع له مره ثانيه وثالثه. مذهل. المبدأ الثالث: التطوير. سيدنا عثمان ما كانش بيبيع البضاعة زي ما هي، كان بيعالجها، يغلفها، ويرفع جودتها. كان بيستثمر في القيمة قبل ما يستثمر في السعر. ده اساس الفاليو انفستنج والفاليو ادد، انك تستثمر في القيمه وكمان تضيف ميزه تنافسيه. سيدنا عثمان كان بيصنع براند قبل اختراعها بقرون. المبدأ الرابع: التنوع. سيدنا عثمان ما حطش فلوسه في قطاع واحد، وقام بتنويع كبير في الاستثمارات والأصول، وتنويع في طرق التجارة بر وبحر. دلوقتي بنسميها اسيت الوكيشن وريسك مانجمنت. تنويع المحفظه هو الدرع اللي بيحمي من الخسائر وخطر الافلاس، وطبعا صنع العلامه التجاريه وهي سمعته الطيبه وهي العمله الصعبه في اي مشروع.